السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة مع معتز. موقع الميدل ايست اي موقع بريطاني شهير جدا، نشر امبارح وثيقة في منتهى الخطورة، فضيحة عالمية، العالم كله بيتكلم، مواقع عربية كتير ترجمت ونشرت، وصحافة مصر هس ولا حس ولا خبر. الوثيقة اللي نشرها الموقع الانجليزي بتكشف تفاصيل خطة الامارات لحكم مصر والسيطرة عليها. الامارات عايزة تحكم مصر وتسيطر عليها عن طريق مين يا ترى؟ ترد الامارات وتقول عن طريق السيسي لاننا بندفع له، وعن طريق افراد من الحكومة جندناهم وبندفع لهم بس مش بيشتغلوا كويس فهنغيرهم كده. عينك. الوثيقة الفضيحة نقلت تسريبات كتيرة جدا جدا على علاقة الامارات بمصر بعد ثورة يناير. مش بس كده، وتخطيطها للانقلاب العسكري وتمويلها ليه من الالف الى الياء. محتاجين 5 حلقات عشان نحكي كل كلمة وكل حرف، لكن هنقول لحضراتكم عناوين رئيسية وتقدروا تتابعوا الباقي على المواقع. محمد بن زايد بيقول لازم السيسي يعرف ان انا مش صراف آلي. حد يقول للشخص ده ان انا مش صراف آلي كده بالنص، حد يقول للشخص ده ان انا مش صراف آلي، انا مش مكنة فلوس. خلي بالك الامارات دفع للسيسي لحد النهارده لوحدها 25 مليار دولار، محدش عارف هم راحوا فين ولا حد يعرف يتعامل بيهم ايه. السيسي بس هو اللي عارف. كل اللي نعرفه ومن التسريبات برضو ان اللي فاضل منهم في البنك المركزي 2.5 مليار. 2.5 من 25 يتفضل 22.5. السيسي خدهم وحط بعضهم برضو من التسريبات في بعض حسابات الجيش في اماكن كتيرة. يلا ربنا يسهل لعبيده. محمد بن زايد بيقول كمان طالما انا اللي بدفع يبقى انا اللي احكم ومفيش فلوس تاني الا بشروطي. تاني محمد بن زايد بيقول عن مصر اللي السيسي مرمط كرامتها في الوحي، طالما انا اللي بدفع يبقى انا اللي احكم، ولما ادفع هدفع بشروطي واذا كان عاجبكم. بيقول كمان محمد بن زايد ان السيسي فشل في انه يثبت انه قادر على حماية مصالحنا في مصر. مش مبسوط ابن زايد، مخنوق. اداء السيسي بالنسبة له مش قد كده، فشل حتى في نظر اللي طلعوه علينا، حتى اللي مشغلينك ومجندينك ومجندين رجالتك شايفينك فاشل يا فاشل. الوثيقة كمان بتقول ان الامارات بتصرف وبتمول مراكز البحث والجامعات ووسائل الاعلام في مصر. يعني مش بس السيسي ومش بس رجالته، لا كمان مراكز البحث والجامعة والاعلام. كله قابض وكله كذاب وكله اماراتي. وبعدين يطلعوا بمنتهى البجاحة يقولوا علينا احنا عملاء واحنا اللي خونة واحنا اللي عايزين نضيع البلد. طلعوا الوثائق، طلعوا التسجيلات. الوثيقة كمان بتكشف شروط الامارات لاستمرار دعم السيسي. 3 شروط. الشرط الاول رفع الدعم عن اسعار مشتقات النفط، يعني البنزين والجاز والسولار والحاجات دي كله يترفع الدعم عنها، ومحددين الخطة بالظبط عشان السيسي ما يتصرفش من دماغه ويعك. بيقول لك الدعم يترفع على 3 سنين، اول سنة 30%، الثانية 30%، الثالثة 40. بالظبط اللي بيعمله السيسي دلوقتي، مفيش حاجة من دماغه، كله زي ما بيقول الكفيل. الشرط الثاني، ركز معايا عشان الشرط ده مصيبة سودة، المطالبة بانه يكون من حق الامارات وضع الاستراتيجية الخاصة بسعر الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي. يعني الامارات عايزة تتحكم في السياسة النقدية لمصر. سعر الجنيه الامارات هي اللي تحدده، احنا كلنا بكل اللي في جيوبنا سعرنا في الدنيا بتاعة البني ادمين دي هيحددهولك الاماراتي. تحيا مصر يا سيسي. الشرط الثالث تخفيض عدد موظفي القطاع العام، وده اللي بدأوا السيسي ينفذوا بالتعليمات الاماراتية بقانون الخدمة المدنية. تاني الشروط ال3 اللي بتقولها الوثيقة، الامارات عايزة من السيسي يرفع الدعم عن مشتقات البترول. سمع الكلام وبدأ. الامارات عايزة تتحكم في سعر الجنيه المصري. سمع الكلام وبدأ. الامارات عايزة تقلل عدد الموظفين في القطاع العام. سمع الكلام وبدأ. ورغم كل سمعان الكلام ده برضو شايفينه فاشل. هي دي مصر السيسي وهو ده المشروع الوطني، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. الوثيقة طلعت والامارات صماء بكماء حتى مش قادرة تنكر، ومصر
شرحه صماء بكماء، العالم يتحدث وينشر، وفضحتنا بقت بجرس. الله غالب، واشوفكم بعد الفاصل.